السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مستمعينا الكرام، نرحب بكم معنا من موقع يافع نيوز، ونقدم لحضراتكم حصادا لهذا اليوم. وفي هذا الحصاد قدم أكاديميون للمحافظ الزبيدي قراءة شاملة للأوضاع التي تشهدها المحافظة، ويؤكدون خلال لقائهم به نحن إلى جانبكم وفي كافة المجالات. والمحافظ الزبيدي يناقش المشاريع الاستثمارية بعدن عام 2016، ويؤكد بقوله للمسؤولين: على كل مسؤول إثبات جدارته بنتائج عمله التي يلمسها المواطن. المقاومة الجنوبية والجيش الوطني بقيادة اللواء فاضل حسن العمري في جبهة كرج يسيطرون على 3 مواقع استراتيجية قرب الشريجة، ويؤكدون عزمهم على التقدم. متقاعدون محتجون في كريتر يقطعون الطريق ويطالبون الرئيس والحكومة بتوفير رواتبهم المتوقفة منذ شهرين. وإلى محافظة شبوة استعدادات مكثفة لإقامة معرض صور بعتق وإشهار جمعية وإصدار أول كتاب عن شهداء المحافظة. وإلى حضرموت مجلس الحراك الثوري والحركة الشبابية والطلابية واتحاد نساء الجنوب يدعون للزحف إلى عدن في ذكرى يوم الكرامة 21 من فبراير. البعثة الطبية الهندية تبدي استعدادها لدعم مستشفى مصاف عدن. وإلى الأخبار في الشمال، الرئيس هادي يتوجه من الرياض إلى تركيا غدا للالتقاء بالرئيس التركي. وكان قد عقد هادي لقاءات عدة اليوم في الرياض، وتحدث عن اليمن الاتحادي الجديد وتخريج دفع عسكرية في عدن ولحج وأبين والضالع وتعز والبيضاء، وذلك أثناء اجتماعه بالهيئة الاستشارية الرئاسية بحضور نائب الرئيس رئيس الوزراء خالد محفوظ بحاح. كما عقد الرئيس هادي اجتماعين مغلقين مع سفراء الدول ال5 دائمة العضوية في مجلس الأمن، وكذلك سفير الإمارات لدى اليمن سالم بن خليفة الغفلي. استشهاد جندي سعودي إثر تعرض إحدى النقاط الحدودية بجازان لمقذوفات عسكرية أطلقتها ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح من اليمن. والجيش الوطني والمقاومة في الجوف يستكملان السيطرة على الخنجر وسط انهيار في صفوف الميليشيات. وإلى الأخبار العربية والدولية، انطلاق مناورات رعد الشمال الأضخم في الشرق الأوسط بقيادة السعودية بمشاركة 20 جيشا من دول المنطقة، بالإضافة إلى قوات درع الجزيرة. الإمارات تعدم 4 أشخاص غيابيا بقضية الانضمام لداعش والسجن والغرامة لمتهمين بقضية إمداد جماعة الحوثي. متطرفون يقتلون وزير الدفاع الصومالي السابق بسيارة ملغمة. وإلى الأخبار الاقتصادية، تراجع سعر النفط مع نشر بيانات تجارية صينية ضعيفة، وصعود مؤشرات البورصة في دول خليجية. مخاوف عالمية من أزمة اقتصادية شاملة عقب مؤشرات تنذر بسيناريو أزمة اقتصادية عالمية. وإلى الأخبار الرياضية، بعد قرار إيقافه 8 أعوام، رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم الفرنسي ميشيل بلاتيني يقول: لو كنت مذنبا لأختبأت من الخجل. باريس سان جيرمان متصدر دور الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم يمدد عقد لاعبه الوسط الإيطالي ماركو فيراتي حتى عام 2020، وبرشلونة يحقق 9 نقاط خلال أسبوع في اللقاء. مستمعينا الكرام، قدمت لحضراتكم من موقع يافع نيوز حصادا لهذا اليوم. ختامه تقبل التحيات من التحرير الإخباري أديب السيد وعلي محسن. هي لكم مني محمد سالم بحنين، كما هي لكم من الإشراف العام من ياسر اليافعي. دمتم ودام الوطن بألف خير.